عارف لما يكون في نادي رايح بطولة وعارف ان هو هيطلع الاخير وعارف ان هو هيخسر وعارف ان هو محتاج يمثل على الاقل ان هو بيعمل تمثيل مشرف، ببساطة جدا موقف المدرب ساعتها بيبقى صعب قوي. اي صاحب شركة مكمل في البيزنس علشان مجرد التمثيل المشرف وعلشان مجرد ان احنا شغالين، لكن مفيش بيع، ولو في بيع هو مفيش ربحية، ولو في ربحية هو مفيش كولكشن ومفيش حاجة على الارض، وبالتالي في الاخر كله بيمثل تمثيل مشرف، ان احنا بنشتغل لكن مفيش انتاجية ومفيش استمرارية، والبيزنس ده هيموت مجرد مع الوقت. شركات كتير قايمة على التمثيل المشرف، مستنية الصدفة اللي تنجحهم، اللي تحقق نجاح، اللي تفرق معاهم، اللي توصلهم لحتة تانية. هو الفكرة كلها ان هم بيكونوا مستنيين المعجزة، مستنيين المعجزة تحصل، مع ان نفس الخطوات بيعملوها كل يوم. انت مستني المعجزة على ايه؟ لو شركتك قايمة على التمثيل المشرف فحاول تقفل قبل نهاية السنة. أهم درس اتعلمته، ادي للبزنس السنة، لو نجحت في خلال السنة كمل، لو في بروفيتابيلتي في خلال السنة كمل، لو في ربحية وفعلا مسكتها كمل. لو ما قدرتش تعمل ده في خلال سنة فانت محتاج ما تقعدش تعمل تمثيل مشرف وتحاول مرة واثنين وثلاثة. يا انت في المكان الغلط، يا انت مع الناس الغلط، يا انت بتفكر غلط. محتاج توقف وابدأ حاجة جديدة او بشكل جديد.